هات يا سمعنا. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقل، وأنت يا سيد لي وسيدي وموللي، فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل، فقال لا 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 وقد غدا مهرولي، والخوذ مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي يا ويل لي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنافي أزكى من القرنفل، شممتها بأنافي أزكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، والعود دندن دنا لي، والطبل طبطب لي، طب لي، والسقف سق لي، والرقص قد طاب لي، شوى وشاهشي على ورق سفرجلي، وغرد القمري يصيح ملل في مللي، لو تراني راكبا على حمار أهزلي يمشي على ثلاثة كمشية العرنجل، والناس ترجم جملي في السوق بالقلقلل، والكل كعكع خلفي ومن حويللي، ولكن مشيت هاربا من خشية العقنقل، إلى لقاء ملك معظم مبجل، يأمر لي بخلعة حمراء كالدم دمدملي، أجر فيها ماشيا مبغددا للذيلل، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصل، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدب لي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل. ما رأيك يا مولاي؟ رأيي في ماذا؟ هل سمعت بهذه القصيدة من قبيللي؟ من قبيللي؟ لا والله ما سمعت بها من قبل، ولكن دعني أولا أسال لي